تخيل معايا، انت واقف في نص الشارع في القاهرة، بتبص حواليك تلاقي شجر طالع من وسط الرصيف وسرايات خضراء مغطية البلكونات، والدنيا كلها واخدة ريحة مطر. بص بعيد تلاقي الأهرامات، بس مش على خلفية صحراوية، لا، دي وسط غابة استوائية. اسكندرية بقت شبه جزيرة خضراء. الخليج كله أشجار ونباتات استوائية، مفيش رملة، مفيش جفاف. دلوقتي اسأل نفسك، ماذا لو الصحاري اللي بنعرفها اختفت؟ يعني مفيش سينا ولا الصحراء الكبرى ولا الصحراء العربية، وكل المساحات دي اتغطت بشجر ونباتات وحيوانات، وبقت الأرض كلها خضرة ومليانة حياة. هل ده هيكون نعمة ولا هيغير توازن كوكبنا بالكامل ويقلبه الجحيم رطب؟ هل نقدر نعيش من غير الصحراء ولا الصحراء أهم مما إحنا متخيلين؟ في الفيديو ده هنغوص في سؤال غريب بس مهم: إيه اللي ممكن يحصل لو الصحاري اختفت؟ وإزاي ده ممكن يغير كوكب الأرض واللي عايشين عليه؟ خد نفس عميق ويلا نبدأ الرحلة. الناس كتير لما بتسمع كلمة صحراء بتفتكر على طول رملة وحر وناس ضايعة في وسط الكثبان. بس الحقيقة إن الصحراء مش بس كده. الصحراء ببساطة هي مكان جاف جدا، بيوصل فيه المطر لحوالي 250 ملم في السنة أو أقل. يعني ممكن يكون في صحراء شكلها تلج زي الصحراء القطبية في القطب الجنوبي. والله مش لازم الصحراء تبقى سخنة. والصحاري بتغطي أكتر من 33% من سطح الأرض، يعني تلت الكوكب تقريبا. أشهرها صحراء سينا، الصحراء الكبرى، وصحراء أتاكاما في تشيلي اللي ما بتشوفش مطر خالص سنين. دلوقتي نبدأ نحلم، نتخيل إن فجأة بسبب تغيرات مناخية ضخمة أو بفعل البشر أو بسبب مشروع علمي مجنون كل الصحاري على الأرض اتغطت بغابات مطيرة. يعني مطر نزل بانتظام، والتربة بقت خصبة، والشجر بدأ ينمو بسرعة، والرملة اتحولت لأرض خضراء. هل ده ممكن؟ من ناحية علمية الحقيقة إن في مشاريع بتحاول تعمل كده في الواقع، زي مشروع تخضير الصحراء في الصين والسعودية. بس على مستوى الكوكب كله ده سيناريو خيالي. الصحاري ليها دور مهم جدا في توازن مناخ الأرض. اختفائها مش بس هيزود نسبة الغابات، ده هيغير شكل المناخ كله. لو الأرض كلها بقت خضرة، الرطوبة هتزيد جدا، وهتظهر أمطار استوائية بشكل غير طبيعي، وممكن يحصل فيضانات كتير. ده غير إن درجات الحرارة هتنزل في مناطق كتير، والمناخ العام هيبقى شبيه بالمناطق الاستوائية، حار ورطب لكن من غير فصول واضحة. يعني مثلا القاهرة ممكن تبقى زي غابة الأمازون. اختفاء الصحراء هيغير شكل الحياة البرية. في حيوانات متعودة على الجفاف والحرارة زي الجمال والثعابين والعقارب، كل دول مش هيلاقوا بيئتهم تاني. وفي نفس الوقت الحيوانات اللي بتحب الغابات زي القرود والنمور هتنتشر في أماكن عمرها ما كانت مناسبة ليهم. ده غير إن أنواع جديدة من النباتات هتبدأ تسيطر، والتوازن البيئي كله ممكن يختل. يعني ممكن نشوف انتشار أسرع لأمراض وغرز وحشرات كانت بتحب الأماكن الرطبة. طيب والبشر، إحنا هنتبسط ولا العكس؟ من ناحية ممكن الناس تستفيد من الزراعة الجديدة لأن الأرض هتبقى خصبة والمياه وفيرة. بس في نفس الوقت المدن الصحراوية اللي اتبنت على طبيعة جافة هتتغرق، وهتضطر تغير كل البنية التحتية بتاعتها. كمان في دول اقتصاداتها معتمدة على طبيعة الصحراء زي السياحة الصحراوية أو استخراج المعادن، كل ده ممكن ينهار، وهيكون لازم يعيدوا حساباتهم من جديد. الصحاري مش بس أرض جافة، دي كانت مهد حضارات. الفراعنة، الأمازيغ، البدو، كلهم عاشوا وتكونت ثقافتهم في الصحراء. اختفاء الصحراء معناه إننا بنفقد جزء ضخم من هويتنا وتاريخنا وطريقتنا في الحياة. الأهرامات هتبقى وسط غابة، الواحات هتختفي، الطبيعة الخاصة اللي شكلت قصص وأساطيرنا هتروح. دلوقتي تعال نركز على حاجة بننسى نفكر فيها كتير: الهواء. الغابات معروف إنها رئة الأرض، يعني بتسحب ثاني أكسيد الكربون وبتطلع أكسجين. فلو غطينا الأرض كلها بالغابات مبدئياً شكلها كده حاجة حلوة، صح؟ أيوة، بس الصورة مش بالبساطة دي. لما الرطوبة تزيد بالشكل ده ودرجات الحرارة تبقى شبه ثابتة طول السنة،
ممكن يحصل حاجات إحنا مش متعودين عليها. التنفس هيبقى أصعب لبعض الناس في أماكن زي مصر. الناس متعودة تتنفس هوا جاف نوعاً ما. لو بقى كله رطوبة وغابات، الناس اللي عندها مشاكل في الصدر زي الربو أو الحساسية ممكن تتعب، لأن الرطوبة بتخلي الهواء تقيل وبيساعد في نمو الفطريات والبكتيريا في الجو، وده بيأثر على الرئة والمناعة. الزيادة الثانية الحشرات والأمراض. انت عارف البعوض بيحب ايه؟ المية والرطوبة. فلو الغابات انتشرت بدل الصحراء هنلاقي انتشار كبير جدا للبعوض. والبعوض ده مش لعبة، ده بينقل أمراض خطيرة زي الملاريا وحمى الضنك. يعني احنا كسبنا خضرة، بس دخلنا في معركة مع طبيعة تانية. ثالثاً تأثير نفسي. في ناس بتحس بالراحة النفسية لما تبص للمساحات المفتوحة زي الصحراء أو الجبال الجرداء. الغابات ممكن تبقى خانقة شوية لبعض الناس، فيها زحمة نباتات، أقل رؤية للسماء، وأكتر صوت حشرات وحيوانات. يعني مش كل الناس هتحب التغيير ده. 4. هل الهواء هيبقى أنظف؟ بصراحة إلى حد كبير. الغابات هتمتص كمية مهولة من ثاني أكسيد الكربون وهتقلل ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن لو حصل خلل في التوازن، يعني مثلا ميبقاش في مناطق بتعكس حرارة الشمس زي الصحراء، ده هيأثر على حركة الرياح وعلى توزيع درجات الحرارة حوالين الكوكب. يعني ممكن الهواء يبقى أنظف بس الجو نفسه يبقى خانق، مطري بزيادة ومزعج. خلاصة الجزء ده، الهواء مش بس أكسجين، ده نظام كامل متكامل، وأي تغيير كبير في شكل الأرض زي اختفاء الصحراء هيقلب الموازين كلها، وده مش بالضرورة يكون في صالحنا. في الآخر الطبيعة مش بتتحرك بالصدفة، كل نظام فيها متوازن بدقة مش طبيعية. ومع إن الخيال ممتع، لازم نعرف إن كل جزء في كوكبنا له دور، حتى الصحراء اللي بنفتكرها قاسية. وسؤالنا، هل نحاول نغير الأرض ولا نفهمها أكتر ونعيش معاها؟ لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، واستنى كل جديد عن أغرب ماذا لو ممكن يخطر في بالك.